سلوى عثمان دخلت ببادي جارد محاوطها من كل مكان، وأحمد زاهر جه مع برنسيسة زمانها، وساب ليلى زاهر ما جاش معاها رغم إنها هتتكرم. أحمد السقا قلب الدنيا مع سيرين عبد النور، وحكاية أحمد العوضي لفتت انتباه الناس كلها، ولولي إسعاد يونس أخذ عيون كل الناس، واللي حصل معاها كان غريب عن أي مرة. صابرين واخداها رايح جاي من لبنان، ومجد المصري أول مرة يظهر من غير مراته، والسبب وراء ده مفاجأة كبيرة. الناس شايفة إنه بيعرف يعمل اللي هو عايزه وذكي جدا. أنوشكا تألقت في الرياض، الخولي رجع في كلامه. تفاصيل كتيرة جدا حصلت في تكريمات مهرجان الفضائيات العربية. يا ترى ليه أحمد السقا ظهر بالطريقة دي مع سيرين عبد النور؟ معقول جه على نفسه بالشكل ده؟ وليه أحمد العوضي أخذ الأضواء من كل الموجودين؟ وليه رد فعل أحمد زاهر كان غريب في تكريم سلوى عثمان؟ كل ده وأكتر ومفاجآت تانية هتعرفوها في الفيديو ده. مهرجان الفضائيات العربية كان فيه نجوم من مصر وكمان من لبنان، كل واحد كان جاي علشان تكريم خاص بيه. أول اللي كانوا حاضرين أحمد زاهر، واللي كان جاي معاه بنته ملك، واللي كأنها من أميرات ديزني، خاصة إنها ما بقتش بتسيبه من وقت جواز ليلى. ورغم إن ليلى بنته كان ليها تكريم في المهرجان بس ما جاتش معاه، وظهرت لوحدها كمان من غير هشام جمال جوزها. واللي برضه كان من غير مراته هو عمرو يوسف، واللي للمرة التانية في أقل من أسبوع ما بيظهرش مع كند علوش، وده بعد هي كمان ما ظهرت لوحدها في الديرجاست. وده خلى الناس يتكلموا هم ليه ما بيظهروش مع بعض. أما سلوى عثمان فدخلت على السجادة الحمراء وحواليها بادي جارد محاوطينها من كل مكان، ولما جاء وقت تكريمها أحمد زاهر كان بيصرخ بعلو صوته وفرحان ليها على الآخر هو وبنته ملك. أما السقا فده حكايته حكاية، علشان رغم عمليته اللي في الأحبال الصوتية إلا إنه كل يوم في المهرجان مختلف ومش مريح نفسه خالص، ودي شكلها من ضمن جدعنة السقا كمان مع نفسه. بس تصرفه مع سيرين عبد النور كان غريب شويتين، وده بعد ما بعد عنها وخلى في بينهم مسافة، وفضل واقف مكتف ايده علشان ما يقربش منها. صابرين بقى عمالة تحلو وتصغر والعين عليها برداوي. بعد ما ظهرت في لبنان زي القمر، في مصر كانت قمرين. وماجد المصري بعد ما كان بيتكرم امبارح في لبنان واهدى التكريم لمراته في الفضائيات، حضر ومعاه ابنه، ودي خطوة منه وتشجيع لابنه بعد ما أخرج أول مرة في حياته، وشكله كده عايز يخلي ليه شعبية كبيرة. العوضي طبعا مقضيها تكريمات الأيام الأخيرة، بس المرة دي التكريم كان مختلف خالص، وستايله كمان كان متغير. قرر يلبس تيشيرت وبنطلون مش بدلة زي باقي الحاضرين، وطبعا ده خلاه اخد الضوء بسبب الاختلاف. بس هو مسكتش على كده وبس، ده كمان وقف وتصور مع كل اللي طلب يتصور معاه، وحب الجمهور كان أهم حاجة عنده، والشعار اللي رفعه على طول. تكريم صاحبة السعادة كان بصراخ من كل الحاضرين. لبسها الأسود اللي بقى في كل المناسبات بقى بيلمع بسبب الألماظ واللولي اللي بتلبسه عليه، ووجودها في أي مكان بيلم الناس حواليها. ده غير تامر أمين اللي اتكرم هو وريهام سعيد ومفيدة شيحة، وكانوا مبسوطين جدا بالتكريم. انتوا بقى ايه أكتر حاجة لفتت انتباهكم في الحفلة؟